لو حد عايز يدخل مجال الريل استيت، ايه اهم نصيحه تحب تقولها له؟ في 4 نصايح مهمين جدا. اول نصيحه ان هو يكون حد امين. تاني نصيحه ان هو يكون بيطور من نفسه ومعلوماته تكون دقيقه. تالت نصيحه ان هو يكون بيهتم بالمظهر. رابع نصيحه ان هو يكون صبور ما يستعجلش. اهلا وسهلا بيكم في توب توكس بودكاست، ومعانا واحد من اهم الاسماء في المجال، باشمهندس مهدي، سي او في توب مانجمنت. ازيك يا باشمهندس؟ ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. في الريل استيت بشكل عام في شركات كتير بتفتح وبتقفل في وقت قصير، ايه السبب في ده؟ في اسباب. اول سبب مثلا ان حضرتك بيبقى السيلز نفسه عمره في الريل استيت ممكن سنه سنتين، ما لحقش ان هو يتدرج مثلا ياخد تايتلز اعلى، فينقصه الخبره اللي هي ممثله ان انت تبقى سيلز وتيم ليدر وسوبرفايزر وسيلز مانجر. فلما بيفتح شركه بيلاقي مشاكل اداريه، مش قادر يدير الاقسام اللي حواليه. دي اول حاجه. تاني حاجه البادجت مهمه جدا، لان دلوقتي معظم شركات الديفلوبر بيدوك الكوميشن ممكن متاخر شويه، فانت لازم تكافير نفسك. من زمان كان 6 شهور، دلوقتي ممكن تقعد سنه بتدفع من جيبك. النقطه الثالثه الكورسات الخاصه بالمانجمنت، انت بتطورت نفسك في الجزئيه دي ولا لا؟ دي تقريبا اهم 3 حاجات يعني بتخلي الشركات تقفل يعني. شكرا جدا يا مستر مهدي، لا، استفدنا جدا من حضرتك، وان شاء الله شكراً نتقابل جداً. في الحلقات الجايه من توب توكس باذن الله.